مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم بعد مباراة ماراثونية. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يودع كأس العالم بشرف وبرأس مرفوع من دور الربع النهائي أمام منتخب مالي، الذي كان له صيت كبير في هذه الكأس العالمية وضرب خصومه بالخمسة وبالأربعة، لكن المنتخب المغربي وقف له بالمرصاد. مشاهدينا متابعينا، بعد المباراة وبعد الخسارة وبعد الخروج من كأس العالم، مشاركة كانت تاريخية وكانت مميزة. الأبناء الأشبال ديال سعيد شيبة، المباراة أمام مالي انتهت بواحد للا شيء. كنا نتمنى أفضل، ولكن قدر الله وما شاء فعل. مشاهدينا متابعينا، عندنا لكم مقطع من الإعلام الجزائري ومن الشارع الجزائري اللي كيتشفاو بعد الخسارة ديال المنتخب المغربي للأسف والخروج ديالو، وكأن بهم كانوا ينتظرون هذه اللحظة فقط، ليخرجوا إلى العلن ويقولون أن المنتخب المغربي لا يستحق أن يشارك. كاين منهم اللي قال أنه راه زور الأعمار ديال اللاعبين وأنه تلاعب بهم. على أي حدث ولا حرج. مشاهدينا متابعينا، بلا ما نطولوا نمشيو نشوفوا من أحد الاستوديوهات الجزائرية شنو تقال. نهاجموا بست اهداف. المغربي لم يظهر الشيء الكثير لحد الان، شفنا مالي اليوم كيفاش صال وجان. قلنا كل هذا ربما الجرينتا واللاعبين هذو اللي عندهم شويه امكانيات ممكن يصنعوا الفارق. هذا طبيعة الحال غيبدا الحديث على المنتخب المغربي، وغادي يتم بث السموم المتعاهد عليها، وغادي يخويو قلبهم واحد شويه. نكمل الفيديو. احنا كمحللين ممكن نهضروا على الفن وما نهضروش. هو إشارة واضحة اليوم للعبة الكواليس التي تخطط من طرف البعض والتي يقودها اليوم نقدر نقولها فوزي لقجع. انا بغيت شي مره ندويو على المغرب والمنتخبات المغربيه دول ما ندويو على القجع ولا على الكوليس. القجع راه لا يمكن المنطق. ما شاء الله على الناس، ما كاينش المنطق نهائيا. استوديو سالا غندوزو دابا للتصريحات ولا الادلاءات ديال الشارع الجزائري على المنتخب المغربي، كيفاش كيشوفوا المنتخب المغربي والمشاركه ديالو اللي كانت في كاس العالم الفتيان باندونيسيا. غادي نشوفوا هذا الشيء كامل في هاد الاراء ديال الشعب ولا الشارع الجزائري. بطبيعه الحال اللي ما كتمثلش الشعب الجزائري، ولكن كتمثل الناس اللي قالوها. فريمون ما نحبكمش المغاربه، والله ما نحبكم. المغرب سي لو بروميير فوا تطلع ديمي في المونديال هذا. لا واه انا نكذبش عليك، انا كنت نتمنى الجزائر. نكذب عليك، انا من الله ما نتفرج على الجزائر ملي راح خرجت الجزائر قلبي راه يتوجع. والصراحه راه ماشي قلبك اللي كيتوجع، راه قلب شحال ديال الجزائريين كيتوجع صراحه. كما قلت واعيدها واكررها، ان هذه الاراء لا تمثل الشعب الجزائري، وانما تمثل اصحابها الذين يقولونها، لان هذه فقط فئه من الناس ومن الجزائريين الذين يبيتون هذه النية تجاه اخوانهم المغاربه. اما الاعلام حتى من المنابر الاعلاميه فهي تستقي وتختار وتنتقي ما تريد وما تقدمه للمشاهد. طبيعه الحال لان الاعلام عندهم بوق للنظام، وهذا شيء طبيعي جدا. فمستحيل انه في اعلامهم ياتي لك باحد يقول لك حقيقه ويقول لك الواقع. لا هذا لن يبث اصلا. زي السنبون ملحقناش نروح ننزل الصاروخ. الفيديو الذي تربى على الترند العربي في الأيام الأخيرة، فيديو الطفل عاصف الفلسطيني الذي حقق حلمه نجم المنتخب المغربي ياسين بونو. تفاصيل القصة من أولها إلى آخرها نشاهدها اليوم، وكذلك نشاهد مقاطع للطفل غسان حين اتصل به الدولي المغربي ياسين بونو. ابقوا معنا من الأول للآخر لكي تفهموا كامل الحكاية. رجاء قبل البداية سجل إعجابك بالفيديو، وعلى بركة الله نبدأ. زي ياسين بونو. ايش فعل لك ياسين بونو؟ ياسين بونو يعني لي قدوة في كرة القدم. بن عاصف هو طفل مولوع بكرة القدم، طفل في مقتبل العمر. كما تشاهدون ستشاهدون القصة كاملة بعد قليل. المهم أنه طفل فلسطيني يعيش في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، ويحب كرة القدم، ويعتبر ياسين بونو قدوة بالنسبة إليه. بعدين وقعت الكرة في أرض مسورة، رحت لصاحب الأرض لأطلبها منه، بس ما
شو اسمه ما لحقناش نروح ننزل الصاروخ، لكن انقطعت رجلي والثاني صار فيها بلتين. للأسف في الأيام الأخيرة تعلمون ما يجري هناك. للأسف الطفل عاصف يعني تعرض لحادث إثر القصف للأسف. تتمنى تشوفه؟ بتمنى أشوف. الطالب إذا شاف ياسين بون الفيديو إنه يقبل مناشدتي ويتبرع لي بطرف سنة، حتى أقدر أكمل تعليمي وأكمل حلمي كلاعب كرة. صور مؤلمة للغاية، وهناك مئات الصور المؤلمة وليست فقط هذه الصورة للأسف. اللهم إنا نسألك نصرهم يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تنصرهم يا رب، فأنت نعم المولى ونعم النصير. الطفل عاصف طلب جوج ديال الأمان، طلب أنه يشوف ياسين بونو، طلب كذلك أنه يتبرع له بطرف الصناعي باش أنه يتمكن من أنه يكمل كرة القدم. هذا مازال ما كاينش شي خبر أكيد من التبرع ديال ياسين بونو. اللي كاين خبر مؤكد وبالفيديو بالصوت والصورة هو أنه يعني دار مع اتصال يعني صوتا وصورة، هو اللي غادي نشوفوه. يعني كذلك كان مقطع مؤثر للغاية، وكان بالنسبة للطفل عاصف كمفاجأة سعيدة، يعني أن ياسين بونو يستجب للأمنية ديالو. نحكي عربي يلا على صوت. ركزوا جيدا على ملامح الطفل عاصف، يعني حين شاف ياسين بونو في الهاتف يخاطبه، ركز جيدا على الملامح. أحسن والله ياسين، والله أنا بحبك يا ياسين، بحب والله أنت قدوة بالنسبة. نفسي أشوفك يا ياسين، والله أنا من حلمي إني أشوفك. أنا صادق وعدك روح شوفك إن شاء الله. ياسين بونو وعد الطفل أنه راح يشوفه. طبيعة الحال في ظل الظروف الحالية يبقى من الصعب شيئا ما، ولكن بعد إن شاء الله تعالى الفرج الذي سيأتي بعون الله تعالى، والفرج عند الله قريب إن شاء الله تعالى. يعني ستتحقق أمنية الطفل العاصف، وهو فيديو مؤثر بصراحة جدا جدا. و صراحة حين أرى عاصف فإنني في خاطري يعني يتألم على مئات بل آلاف الأطفال الذين راحوا شهداء، والذين أصيبوا، والذين يعانون يعني وما زالوا، والذين أجروا عمليات بدون يعني أي مخدر حتى، وبلا ماء وبلا كهرباء، وفي يعني ظروف قاسية وقاسية جدا، حتى أن منهم من فارق الحياة يعني لقسوة التطبيب أو لعدم وجود يعني معدات التخدير وما إلى ذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل في إخواننا، ونسأل الله تعالى أن ينصرهم نصرا عزيزا. مشاهدينا متابعينا، بهكا كنكون وصلنا لنهاية المقطع. نتمنى بعون الله أنه يكون نال إعجابكم. رجاء ما تنساوش دعم القناة، وعلاش لا اشتركوا وتفضلوا باش توصلوا أخبار جديدة وكل ما يخص المنتخب ونجوم المنتخب المغربي. السلام عليكم.